2023 فبراير بنت فرنسية مشات للبوليس وصرحت بأن أشرف حكيمي اعتدى عليها جنسيا، وقالت في تصريحاتها أنهم تعرفوا في انستغرام وبقاو كيهضروا. من بعد مشات عنده للدار ديالو في الضواحي ديال باريس، ولكن حسب روايتها منين وصلت بدات تبدل الأجواء، كتقول أنه اعتدى عليها. الشرطة خدت الموضوع بجدية وبدات التحقيق خطوة تحت مراقبة قضائية، يعني ماشي اعتقال ولكن تحت المراقبة حتى تجمع الأدلة ويتم التحقق. ماشي حكم نهائي ولكن خطوة قانونية، لكن كتعني بأن القضية خدت مسار جدي. هنا خاصنا نوقفوا شوية، راه القانون الفرنسي في هذه الجرائم صارم بزاف، العقوبة تقدر توصل حتى ل 15 عام ديال الحبس. حاكمي من النهار الأول كاين في كل شيء، وكيقول أنه تعرض لفخ وابتزاز، وحتى دافعوا عليه وقالوا أن الطرف الآخر كان باغي فلوس وأن كل شيء كان مدبر. المحامي ديالو قال أن العلاقة اللي وقعت أصلا كانت برضا الطرفين، وأن ما كاين لا عنف لا إجبار ولا محاولة استغلال الشهرة ديال الحكيمي. هنا السؤال الكبير، علاش بزاف ديال المشاهير كيتعرضوا لهذا النوع من الاتهامات؟ واش فعلا كاين استهداف من طرف بعض الاشخاص؟ واش الشهرة ولات لعنة؟ واش المشاهير من الدولة الاسلامية بالخصوص هما الهدف، او لا غير الشهرة بصفة عامة كتخلي الانسان فوق الخطر؟ في الحقيقة بزاف ديال النجوم وقعوا في بحال